نقطة مهمة كنت حابب أتكلم معاكم فيها، دلوقتي أي عربية زيرو بتنزل السوق المصري بالاقي comments كتير أوي، طب ليه أشتريها؟ طب ما أشتري مش عارف عربية إيه موديل كام ماشية كام وهتبقى تقريبًا بنفس السعر، هادّي مثل دلوقتي لمّا عربية صيني بتنزل يقول لك طب ما أشتري مثلًا كورولا 2016 ومش عارف إيه ودي تويوتا، نفس الكلام لمّا تنزل عربية كوري يقول لك طب ما أشتري مرسيدس موديل كذا، يا جدعان مش نفس الحسبة، دلوقتي اللي بيشتري عربية زيرو ده هو تفكيره مش بالطريقة دي، هو عايز عربية يكون مريحة ما يفكّرش في أي حاجة، عربية جايبها عليها ضمان 5 سنين و150.000 كيلو عارف عنها كل حاجة من أول ما اشتراها لحد ما هيبيعها، ده ما ينفعش تقارنه بواحد مثلًا شاري عربية موديل 2015 والّا 10 والّا أيًا كان وماشية بتاع 100، 150 ألف، هو ده تفكيره غير تفكير ده، أنا مش باقول مين أحسن، دي وجهة نظر ودي وجهة نظر، بس ما ينفعش تقارن دي بدي خالص، أصل بالمنطق ده بقى ما حدش هيشتري عربية زيرو، أي عربية هتجيبها هاقول لك طب ما تشتري مرسيدس 2013، تشتري عربية أغلى أقول لك طب ما تشتري مرسيدس 2017، الناس كمان مش قادرة تستوعب إن العربية المستعملة في مصر دي يا جدعان مش حاجة سهلة، عربية ماشية 100.000، 150.000 كيلو في مصر ده رقم، أنت متخيل العربية دي ماشية في نُقَر مصر خدت كام مطب وخدت كام نقرة واتجرحت كام تجريحة وخدت كام مفتاح، كام صنايعي لعب فيها وكام صنايعي لعب فيها وبوّظها وصلّحها، لأ قصة كبيرة، مش معنى كلامي برضه لمّا باقول لك ما تشتريش عربيات مستعملة، لأ اشتري بس لازم تبقى فاهم إن هي مش نفس الحسبة، ده أنت برّه مصر لمّا عربية مثلًا بتمشي 50.000 كيلو سعرها بينزل النُص، ودي ماشية في شوارع متسفلتة وعلى أعلى مستوى ومش بتعدّي سرعات معيّنة عشان الرادارات ومش عارف إيه، فقصة كبيرة وبتنزل نُص السعر، أنت هنا في مصر مثلًا ممكن تلاقي عربية 2010 ب1.000.000 جنيه، فيا ريت يا جدعان ما نحكمش على بعض، كل واحد يعمل اللي هو شايفه صح من وجهة نظره، ما فيش حد صح وما فيش حد غلط، وده في أي حاجة في الدنيا عامةً مش في العربيات بس.